السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد لي بريك بالكروفيت. خليكم معايا تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي ندير الزبده، تقريبا قيمه ملعقه كامله من الزبده، وغادي نضيف عليها ملعقتان ولا 3 ديال زيت الزيتون بهذه الطريقه هذه. غادي نخلي الزبده تذوب، وغادي نضيف عندي هنايا بصله واحده مفرومه ولا مقطعه مربعات، وغادي نقليها. غادي نزيد على العافيه شويه، وغادي نخليها تقلى حتى كتطلق داك الماء ديالها وتتبال مزيان. هنا غادي نضيف عندي 250 غرام من الكروفيت اللي عندي جمد كان في الكونجيلاتور، وغادي نخليه يتقلى مع البصله. غادي نزيدو العافيه باش انه غادي يطلق داك الماء ديالو حيت كان مجمد. غادي نميكس البيضه وغادي نخليه يتقلى مزيان. ملي كياخد الكروفيت هذا اللون صافي غادي يعني انه طاب، صافي غادي نحيدو. غادي نقسم العافيه وغادي نحيدو. صافي غادي نخليها على جنب، وغادي ندوز الخضره اللي عندي هنايا خيزو، عندي 3 ديال الخيزوات خفيفهم، 3 ديال الخيزوات مفكوكين، وعندي هنا لي شو اولا كروم اللي تا هو دوزته في هاشوار، هو اللي غادي نعوض به لا فينيسير. ما نعرفش ندير لا فينيسير. غادي نحاول انني نزيد شويه ديال الزيت، لان الكروفيت تشرب الزيت كامله تقريبا. غادي نزيد 2 ملاعق زيت المائده، زيت الزيتون عفوا. غادي نخليهم مزيان. غادي نضيف التوابل. هنا عندي ملح، عندي قبصه من الملح، نص ملعقه صغيره من البزار ولا الفلفل الاسود، ملعقه كبيره من الثوم مجفف. يمكن انكم تستعملوا الطري، انا ما كانش متوفر عندي. هنا عندي فلفل احمر مدخن، ممكن ان تستعملوا غير الفلفل الاخضر العادي، الاحمر العادي عفوا، او لا بابريكا. صافي كنخلط مزيان، كنخليهم يتقلاو حتى هما على خاطرهم حتى كيطلقوا داك الماء ديالهم ونشفوا منه. غادي نضيف قزبر ومعدنوس، عندي قيمه 2 ملعقات كبيرتان، مش معالق ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، وغادي نخلط مزيان كيتشحر هادشي مزيان. هاديك الخضره تطلق الماء ديالها، صافي غادي نخليها تقلى. هنا بين ما خليت الخضره ديالي تقلى غادي ناخذ الكروفيت، غادي نديرو في الهاشوار
باش نقطع شويه صغير. ندير دفعه واحده. شفتوا انا هو اخذه كاع ديك الزيت اللي كانت لنا في الخضره. وغادي نطحنو. طحنه خفيفه الا يتقطع يولي انا شي مربعات صغيره. صافي غادي نضيفو يعني الخضره ديالنا. هذه القطعه ديال غادي نضيفو. غادي نخليه يتخلى شويه. صافي غادي نطفي العافيه. بالنسبه للخليط ديالي هذا غادي نضيف له فرماج محفوظ. انا هنايا استعملت لي مونطال، ممكن تستعملوا الفرماج الاحمر ولا اي جبن متوفر عندكم ممكن تستعملوا. وغادي يدوب ديك السخونيه ديال الخضره. صافي الحشوه ديالنا راها واجده. غادي نخليها تبرد، عاد غادي نبدا نعمر بها بريوات اولا اللي بغيت يدير. غادي ناخذ الورقه ديال البسطيله. انا عندي هذا النوع هذا جاهزه، وغادي نقطعها في النصف. غناخذ جوج نقطعهم باش غادي نديرو دي سيغار. غادي ندهن شويه ديال الزيت وغادي ندير الحشوه ديالي مع بردات قيمه ملعقه تقريبا كامله. نحاول انني ندير السيجار بهذه الطريقه هذه. بحال هذا الشكل هذا. نعاود معكم وحده اخرى. ندهن بالزيت، ناخذ ملعقه من الحشو وغادي نسد السيجار بهذه الطريقه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. غادي ندهن بالزيت اولا بالزبده اللي بغيتو. كناخذ ملعقه من الحشو وكنسد على شكل سيجار. غادي نستمر نكمل الحشوه ديالي ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. غنعاود معكم وحده اخرى. غادي ندير الزيت وندير ملعقه كبيره من الحشو وغادي نطويها. بهذا الشكل هذا.
انا ساليت الحشوه ديالي، غادي ندخلهم يطيبوا في الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه تقريبا. لي بريك ديالي من بعد ما خرجتهم من الفرن كيجيو بهذا الشكل هذا. غنحل معكم حتى باش تشوفوا كيفاش كتجي. واخا باقي سخان، سمعوا القرمشه، شوفوا كيجيو معلكين في هذا الشكل هذا. كنتمنى ان هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.